كنت في لحظة من اللحظات على وشك الانهيار والاكتئاب والدخول في إحباط شديد جدا. عمري ما انسى اللحظة دي ولا المكان اللي أنا كنت فيه ولا وضعي كنت عاملة ازاي. كنت قاعدة ضامة نفسي كده على السرير وببكي، وكنت حاسة إن حياتي كلها بتنهار. الواقع بتاعي كله مش عاجبني، ولا علاقات ولا نفسيا ولا جسديا ولا أي شيء من ما تتخيله. كان كل حاجة على وشك الانهيار، وأنا نفسي كنت خلاص داخلة في إحباط شديد جدا. سبحان الله، اللحظة دي كانت جدا فارقة في حياتي، وانا عمري ما انسى اللحظه دي لانها غيرت الواقع بتاعي كله. سبحان الله، لان انا وانا رفعت راسي كده ولحد دلوقتي مش عارفه الجمله دي انا جبتها منين، واي معتقد عندي اصلا خلاني اقول الجمله دي، ولا ما اعرفش غير ان ربنا اراد بيا خير، ان هو لقني الجمله دي ان انا اقولها. فرفعت راسي كده ورحت قايله انا المسؤوله عن كل اللي بيحصل ده، وانا الوحيده اللي اقدر اغيره. وسبحان الله، من قمه الضعف اللي انا كنت فيه ان حسيت بقوه شديده جدا، اللي بعد كده فهمتها ان طاقيا انت لما بتعيش وعي الضحيه، وان ده عمل لي وده خلالي وده مش عارفه ايه، انت بتصدر طاقتك لبره، فبتحس بكل هذا الاستنزاف. اللحظه اللي انا قلت فيها انا المسؤوله عن كل الواقع ده، وانا اللي اقدر اغيره، وحسيت بطاقه رهيبه، وكاني خدت كل الطاقه اللي انا مدياها للناس دي او اللي انا مصدراها بره وجمعتها تاني جوايا. من بعدها سبحان الله، لما انت بتسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينك وان هو يكون معاك، بتتفتح بعد كده الابواب. بعد كده سمعت فيديوهات جدا مفيده، لقيت قدامي كتب كتير جدا مفيده، وانا محبه للقراءه اصلا. بدات اخد كورسات، بدات اخد جلسات علاج لنفسي. بعد كده بدات التحق بقى بالمدارس دي، ومع الوقت سبحان الله، شوف بقى انا كنت فين وبقيت فين. بقيت انا اللي معالج، اللي بقدر اساعد نفسي وبقدر اساعد الناس بفضل الله.